في دقيقتين اتنين عشان تعمل ماتش قدام بلجيكا محتاج تلعب بالخطة دي. أول واحد مرموش سرعات هيروح. نمرة 2 صلاح هنا اللي هيغذيه، دي نقطة قوتك. نمرة 4 التمانية اللي ورا هيثم حسن هيخف الضغط على هاني هندوكو وهيسحبك لقدام. يبقى كده التلاتة هتلعب بتلاتة في نص الملعب، إمام مهند أي واحد تاني من نص الملعب. يجي تلاتة، التلاتة دول إمام اللي هيقدر ينقل الكورة لصلاح والهيثم، وفي نفس الوقت هيعمل مساندة دفاعية للاتنين دول. هاني هيمسك دوكو وهيقفل عليه. التلاتة اللي ورا دول هيغطي واحد منهم ورا هاني، والاتنين هيقفلوا الدفاع، ومنهم اللي هيبقى برضه مع المهاجمين بلجيكا. في الحالة دي أنا استبعدت فتوح لأن أنت مش هتلعب على اوفرات ولا أي حاجة. أنت محتاج حد قوتك الهجومية اللي هتلعب عليه، قوتك الهجومية متمثلة في مرموش وصلاح. صلاح لو نفتكر في كأس الأمم هو اللي كان بيعمل لك السرعات كويس قوي، ومرموش هو اللي هيروح على الجول، وهيثم حسن هيزود لك برضو المهام الهجومية من قدام بس.